4 أبراج على موعد مع السعادة. ليلى عبد اللطيف تكشف عنه. أول برج معانا برج الحمل، وقالت إن سوف يحدث لي يوم الفراغ وتابعت الدخول في المأزق خلال الأيام اللي فاتت، وقالت إن هيكون في انفراج على صعيد العمل وهيكون في أخبار سارة لمن يعاني من مشاكل صحية. البرج التاني مع برج الميزان، وقالت إن سوف يستمتعون بطاقة عالية من النجاح والإيجابية، وقالت إن هيكون في أخبار سعيدة تخص رحلة عمل، ده بالإضافة إن هيكون في مقابلات لأشخاص سيجلبون منفعة وحظ. البرج التالت برج الميزان، وقالت إنه غدا هيكون يوم قوة كبيرة، وقالت إن هيكون في مكافأة مالية من جهة العمل. البرج الرابع يا جماعة برج الدلو، وقالت إنهم سوف يستمتعون بيوم هادئ يأخذ من عطف الراحة النفسية والنجاحات على كافة الأصعدة.